عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء الهنا، يا مساء الشوكولاتة، يا مساء الشربات. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. عندي قصة صغيرة عايزة احكيها لكم. هي ده موضوع الفيديو بتاع النهارده، وفيديو هيبقى قصير ان شاء الله بس هيعجبكم جدا، في فكرة حلوة قوي. تعالوا احكي لكم عليها. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شايفين حضراتكم قدامكم ديت ام سراير. فكرتها ايه او القصه بتاعتها ايه؟ القصه بتاعتها كان في يوم من 3 سنين تقريبا. جات لي واحده في المحل هنا وقالت لي يا متاج انا عايزه ابدا اجهز لبنتي. تمام. وطبعا انا ست على باب الله، بشتغل في شغلانه حره مش موظفه ولا حاجه. ولما طبعا الفلوس اللي بتتوفر معايا حاجات قليله جدا، بحيث ان هي ما تشتريش جهاز العروسه. وانا خايفه البنت دي مثلا لو مثلا بعد 4-5 سنين جالها عريس. طبعا انتوا عارفين طبعا جهاز البنات دلوقتي عامل ازاي. الموضوع مش سهل خالص يا جماعه، خالص خالص خالص، بجد بجد يعني. طيب نعمل ايه؟ قلت لها بصي انا يعني اقول لك مشوره اخت يعني ليكي. قالت له كانت بنتها داخله اولى ثانوي. قلت لها ابدأي. قالت لي ابدأ وبنت صغيره كده. قلت لها ايوه ابدأي وهي صغيره. الحاجات يا جماعه مش بيجرى لها اي حاجه، يعني ان انت تعيني اي حاجه لبنتك هتلاقيها الحاجه بعد كده، هتلاقيها تعتبري ان انت لاقياها مش شارياها، لا لاقياها. لان سعرها اولا بيبقى مريح بالنسبه لك، ثانيا بتجيبي على قدك بتخلصي واحده واحده، ما بتضغطيش نفسك. لما بتيجي في الاخر، لما بنتك بقى ما شاء الله ربنا بيكرمها ووعدها بابن الحلال اللي يهنيها يا رب ويسعدها، بتيجي تشوفي حاجتك تلاقيكي تعتبر انت خلصتي كل حاجه ولاقياها، يعني مش شارياها، لا انت لقيتي. خدت بنصيحتي وبدات بصراحه. كام ده بقى 3 سنين بسم الله ما شاء الله. دلوقتي انا متهيألي شويه اللطم السراير دول يعني في الاواخر، او لسه لها كمان حبه زي دول. يعني جابت البطاطين واللحفه، وجابت المفرش القطيفه والفوط ودفايات وكوفرتات. بسم الله ما شاء الله، يعني جهزت لها شويه جهاز والله اكنها لاقياها. يعني البطاطين اللي كانت واخداها بمبلغ من 3 سنين بقت الضعف دلوقتي. تمام. ده فكره الفيديو النهارده اللي عايزه اقول لحضراتكم. اي ام عندها بنت خلاص بدات سنها تكبر، تدخل ثالثه اعدادي، من ثالثه اعدادي ابداي لبنتك. يعني بدري كده يقولوا له لا مش بدري، ابقى انا عيناها فلوس في البنك او في البوسطه هجيب لها، لا صدقيني واسمعي كلامي، والله الفلوس ليس لها قيمه، والله الفلوس ما لهاش اي قيمه. ابدأي خبطي لها كل شويه حاجه، صدقيني ساعتها هتلاقيكي اكنك مش شاريه الحاجه دي، لا انت لاقياها مش شارياها. تمام. يا رب قصه النهارده تكون عجبتكم، وفكره الفيديو نفسها تكون نالت رضاكم. تعالوا بقى نشوف اللطم السرير بتاعت النهارده. هم مش كتير، هي طبعا بتجيب كده على قدها، كل شويه تاخد يعني حاجات تخلصها تاخد غيرها، تخلصها تاخد غيرها، بحيث ان هي ما تضغطش نفسها. طيب ده طقم السرير. طبعا انا حاطه لكم العلب بتاعته وراه عشان طبعا يظهر الطقم على المفروش اهو. ده اللون كافيه، ده اللون الكافيه في البيج. هي عايزه اللون ده. انا عندها طقم تاني اللون ده لون الكافيه، فهي عايزه اللون الاخضر ده اللي هو البترولي ده. بصراحه هو الطقم ده حلو جدا، طالع جديد اللي فيه القطيفه ده. مقاساته كبيره، وكمان خامته حلوه. يعني هو الخامه بتاعت الطقم نفسه بصراحه قماشته حلو يعني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا مش عايزه افتحه علشان ايه التطبيقه بتاعته. القماشه بتاعته نفسها خامته قطن. تمام. طبعا هنقول قطن 100%. مفيش حاجه اسمها قطن 100%. اللي هيضحك عليكي اي تاجر هتروحي له هيقول لك قطن فيه 100%. مفيش حاجه اسمها قطن 100%. اسمه معالج انكماش. يعني لو حضرتك جبت قطن 100% هيكش طبيعي جدا، هيكش معاك. لازم يكون له محطوط له نسبه بسيطه جدا بحيث ان هو ما يكشش معاكي وهو بيتغسل، بس في نفس الوقت طري ما بيوبرش، وطري لما بتيجي تنام عليه حتى في عز الحر اللي احنا فيه، الحر الجامد ده، بتلاقيه معاكي كويس مش بيحر. تمام. ده كمان لون تاني، ده لون رصاصي. هو اللون ده طالع جديد يا جماعه. انا مش عارفه ايه حب العرايس الناس البنات الجديده في الالوان الغامقه يعني، بس هي طالبه اللون ده بصراحه يعني. وده اللي هو لا علبته مش دي، استنوا دقيقه كده هشوف لكم العلبه. دي علبه الطقم الرصاصي وانتم شايفين كده بنات، هي حتى نفس اللون على العلبه.
هي طالبه العروسه، طالبه كانت عايزه طقم لونه رصاصي رمادي. ده رمادي اهو. برضو المقاسات حلوه جدا بتاعه اللطقم. ملايه 240 في 255 سنتي، ومعاها 2 كيس مخده 60 في 70، و2 كيس خداديه 45 في 155. ما انتم شايفين كده تمام. ده اللون بتاع الطقم، وده شكله على البوستر بتاعه اهو تمام. معايا لون تاني برضو، اللون اللي هو السماوي الفاتح ده بصراحه تحفه، تحفه رقيق جدا وشيك جدا. وده رسمته اهي، اللي هو الكافيه ده تمام اهو. دي رسوماته، ديت التطريز بتاعه، تطريزته خفيفه ورقيقه كده وشكله حلو جدا. طبعا برضو القماشه بتاعته قطنيه، يعني برضو مش فيه مخلوط كتير، لا هو قماشته قطن اهو تمام. تعالوا نشوف الطقم اللي بعد كده. الطقم اللي بعد كده ده تحفه بجد، حلو جدا. هو غالي شويه بس بجد جميل. الطقم ده عباره عن طقم سرير منقوش، ومعاه كوفرته ساده زي ما موجود على الصوره بالظبط اهو. طقم سرير منقوش ومعاه الكوفرته بتاعته ساده اهي. دي الكوفرته، الاضاءه ساطعه قوي اهو. دي الكوفرته، ومعاها طبعا طقم السرير ملايه وخداديتين ومخدتين. وده اللون طبعا انا منقله اللون ده على ذوقي بصراحه، ما رضيتش اجيب لها الوردي اللي هو البامبا، جبت لها البترولي ده بس تحفه بجد 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 يعني. قماشته برده يا شباب جميل جدا، لان انا ضامنه الخامات دي لاني جربها قبل كده اهو. قماشته حلوه قوي، الكوفرته بتاعته كمان قماشتها حلوه طريه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. يعني ممكن حضرتك تفرشي الكوفرته دي كطقم كملايه عليها المخدات المشجره، وممكن يتفرش زي ما انتم شايفين حضراتكم كده على الاسترج كده كديكور، تفرش الطقم فوق الكوفرته بتاعته تمام. كمان جبت لها طقم اطفال مشجر المجد اهو. طبعا احنا عندنا هنا مشهور جدا الماركه دي بتاع المجد، لان معظم الناس عندنا في الارياف بيحبوا الماركه المجد. هو خامته حلو جدا، وطقم سرير اطفال. طبعا انا جايبه لها قبل كده كام طقم سرير اطفال الوان، بس هي عجبها ده، كان جاي في مع حاجات كتيره كده وعجبها خامته وعجبها لونه، فقالت لي انا هاخده. برضو الخامه بتاعته حلوه جدا، شايفين حضراتكم طبعا الكاميرا انا مقرباها قوي. الخامه بتاعته حلوه، وعلى فكره قماشته بتحس ان هي محمله، يعني مش من القماش اللي بعد 6 شهور تلاقيه نخل منك وباظ، لا محمل. دايما خامه المجد جميله جدا ومتينه، ومش بتحتاج يعني هقول لحضراتكم ان هي بتبقى مقاساتها فعلا كبيره بالنسبه لطقم سرير الاطفال، لان في ناس كتير جدا بتتغش في طقم سرير الاطفال، بتجيبها تحس ان ملاتها كنزه وقصيره، ما بتتفرش كويس مظبوط على السرير. لكن ده بسم الله ما شاء الله مقاساته حلوه جدا. بطلب بقى من كل ام موجوده بتسمع الفيديو بتاعي ان هي تبدا لبنتها، لو بقى عندها عروسه بدات ده تدخل اولى ثانوي، تبدا لبنتها بحيث ان هي ما تزنقش نفسها. غلو الاسعار يا جماعه الايام دي في الوقت ده صعب جدا ان انت تجهزي عروسه من الالف للياء في وقت واحد، صعب جدا جدا بجد. لكن ان انت تجيبي لها حاجه كل سنه او كل 6 شهور، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى ابسط كتير كتير كتير. بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا النهارده من فكره الفيديو بتاع النهارده، وهي حاجات بسيطه بس بتفرق معاكي. كل 3 4 شهور بتاخدي حاجات زي دي، بتحسي بعدها بسنه ان انت عملتي حاجه تمام. توفيق لحضراتكم يا رب. تكون الاطقم السراير اللي العروسه منقياها وعجباكم، هي طبعا الوانها حلوه جدا وشيك، ربنا يبارك لها يا رب ويبخت لها عريس كده كويس يكون ابن حلال ويراضيها، لان هي تستاهل كل خير والله العظيم بجد. بتمنى لكم كل التوفيق، وبشكركم جدا على الكلام التعليقات الجميله اللي حضراتكم بتبعتوها لي، بشكركم جدا. وبشكركم كمان على الناس اللي بتعمل لي لايك. يا جماعه اللايك ده مفيد للفيديو، لانه بيرفع لي الفيديو بعد اذن حضراتكم، محدش ينساه. بشكركم جدا، واللي مش عامل لي اشتراك يعمل لي اشتراك. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.